في هذه المواجهة الهدف الثاني والثالث. أحييك مختار، مبروك الانتصار. اليوم نادي الاتحاد معطيات فنية كثيرة تعايش معها، ولكن من خلال هذه المواجهة الخروج بماذا بالنسبة لكم كلاعبين خرجتم؟ هل هو بقل مجهود من هذه المواجهة قياسا بنتيجة المباراة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. أبارك لجمهور الاتحاد. الكل عارف طبعا تداخل المسابقات، عندنا مباراة مهمة يعني مفصلية بعد كم يوم ضد الفريق الإيراني في آسيا. يعني زي ما تقول حاولنا نخرج بأقل الأضرار والحمد لله على كل حال. التعامل مع الارتداد السريع كان متواجد في هذه المواجهة خصوصا على صعيد الشوط الثاني. الكل شاف فيه كم هجمة مرتدة، يعني الحمد لله سجلنا الثاني، لعبنا بأريحية، قدرنا نفرض أسلوبنا من بداية المباراة، ما كنا مستعجلين. الحمد لله رب أكرمنا بهدف، سجلنا الثاني. تفك اللعب طبعا، فريق الرائد حاول يهاجم، سجلنا الثالث الحمد لله. دائما مختار هناك أهداف لا يترجمها إلا مختار فلاتة. طريقة التهديف بالنسبة لك كلاعب في كثير من المواجهات، أهم الصفات التي تمتاز بها كلاعب خصوصا بالطريقة اللي شاهدناها في الهدف الثاني؟ شيء اسمه الحمد لله، يعني أقول يعني هذا أول شيء بفضل الله ثم بفضل زملاء اللاعبين. طبعا أنا مهاجم وفي لعيبة مهاجمين كثير يعني عندهم إمكانيات، كل من بإمكانياته الحمد لله، الجاي أحسن بإذن الله. هذه الأهداف الجميلة الكل يتحدث عن فرحة مختار فلاتة، هل ستكون متواجدة هذه الفرحة طوال تسجيلك لكثير من الأهداف؟ أكيد طبعا، كل لاعب بيسجل جولك لازم يفرح. بس هناك طبيعة مختلفة لمختار فلاتة اللي من يشاهده يعني. على حسب كل مباراة بظروفها طبعا، كل فرحة بظروفها برضه. شكرا لك مختار.